وألوان الزهر وشذا العطر لكافة المشاهدين والمستمعين من الحاضرين والغائبين، وبشكل خاص للملبين لهذه الأمسية الثقافية في هذه البقعة المباركة. وأقول لكل منكم باسمه ووسمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم مما لا مجال فيه للشك أن نزول القرآن أفضل الكتب السماوية باللغة العربية ليس من باب الصدفة، بل هذا دليل على أن اللغة العربية سيدة اللغات قديمتها وحديثتها. ولهذا بذل العلماء جهودا جبارة لخدمتها منذ عصر الصحابة، مثل سيدنا علي كرم الله وجهه الذي بدوره تم إنشاء مادة علم النحو على يد أبي الأسود الدؤلي، وهكذا درج على نهجه في خدمة لغة القرآن كثير من رجال الدولة الأموية والعباسية والأندلسية والعثمانية والمملوكية من الشعراء والكتاب كخليل الفراهيدي وحجاج بن يوسف الثقفي والجاحظ والمبرد وعبد الحميد وعبد الرحمن السيوطي وعبد الرحمن بن خلدون. ثم تطورت خدمة هذه اللغة الشريفة بعد النهضة الأدبية في العصر الحديث، وقام العلماء بأعمال كبيرة وبإنجازات كثيرة في تطوير لغة القرآن كالمصريين والسوريين واللبنانيين. وساهم أجدادنا السنغاليون الكرام بجهود متضافرة في هذه النهضة كالشيخ سليمان بال والشيخ عبد القادر كن والشيخ مصامبة شام والشيخ مختار نمبجو والشيخ قاضي مجخة كلا والشيخ عمر الفوتي يتال والشيخ الحاج عبد الله نياس والشيخ الحاج مالك سي والشيخ أحمد بامبا والشيخ موسى كمرة. ذهب الأجداد رضي الله عنهم، ولكن تركوا تراثا قيما حمله بعدهم الأبناء والأحفاد، ومن أولئك الأحفاد الذين حملوا هذا التراث وقاموا بتطويره ونشره خدمة للضاد لغة القرآن هذا الشيخ الشهير المفتي الكبير العالم العلامة الحبر الفهامة السيد محمد الهادي نياس، الذي قال فيه شيخي أستاذ بابكر أحمد تباركام: ففي ساحة التعليم أسهم مجدا بتربية أجدد وتنبيه أوغاد. وأنشأ هذا الشيخ محمد هادي نياس بجهود نفسه دون دعم الحكومة مساجد وكتاتيب قرآنية ومجالس علمية ومدارس عربية فرنسية ومعاهد إسلامية عديدة في مختلف القرى والمدائن داخل السنغال وخارجها. كما له مشروع ضخم على هذه التربة المنبلورية
هنا في دكار عاصمة السنغال، تحت الاسم مركز إسلامي إفريقي مام خليفة نياس. وتلعب هذه المدارس والمعاهد بأدوار بارزة في مجال التعليم والتربية وفي ميدان الثقافة. وهذه المسرحة التي نقدمها لكم كفانا دليلا على ما نقول. ولكن قبل المسرحة تجري هاتان الزميلتان مقابلة عربية حول مادة علم البلاغة، وهما والممثلون لهذه المسرحة كلهم من تلاميذ معهد مجمع الحاج أحمد نياس كفرين الذي تم تأسيسه سنة 2013 تحت قيادة المدير العام الشيخ أستاذ بابكر شاب حفظه الله ورعاه، الذي قال في حقه أحد تلاميذه: وكل فن من الفنون مفتخر بنجل أحمد فخر العرب والعجم، يا رب جوهر علم قد أفاد به من بحره العذب دوما دون ما سأم. وفي قصيدة أخرى: لا غرو أن كنت يا شيخي أخا رشد بطيب أصل يطيب الفرع ذا آتي، من علمت ثقفت أرشدت بلا سأم، يا وارث القوم في نشر الهدايات. لا غرو أن كنت يا شيخي أخا رشد بطيب أصل يطيب الفرع ذا آتي، ربيت جيلا سعيدا واعيا فطنا بحسن تربية من حسن نياتي، علمت ثقفت أرشدت بلا سأم، يا وارث القوم في نشر الهدايات. إذا يلا واحد من إذا تابعوا لكي تبصروا وتستفيدوا. يا ابن الكرام ألا تدنوا فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.